يا مساء الفل، مساء الخير، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي قناتي، قناة الاكل حكايات. لو اول مرة تشوفيني ادخلي كده خدي لفة فيها، جايز تعجبك الفيديوهات اللي فيها وتشتركي وتبقي من ضمن عيلتنا الصغيرة اللي ان شاء الله هتكبر بيكم ومعاكم. النهاردة معانا روتين تشجيعي، روتين خفيف في المطبخ. لو انت مش متنشطة اتفرجي على الفيديو هتشوفيه وهتتنشطي وتقومي تعملي اللي وراكي. طب هنعمل ايه؟ هننضف المطبخ وهنشطبه وهنعمل أكلة شتوية حلوة هتعجبكم. أول حاجة ايه؟ صحيت من النوم كده، حسيت ان انا جعانة. والله يا بنات بحس ان انا جعانة الايام دي اول ما بصحى من النوم. بعت ابانوب جاب لنا فطار، جاب لنا ايه؟ جاب لنا طعمية وشيبسي. انا بحب اعمل سندوتشات طعمية وشيبسي واعمل معاها شاي، بيبقى فطار حلو كده وايه ولذيذ وخفيف. عملنا الفطار وفطرنا واتمزمزنا الحمد لله وخلصنا. وقلنا ندخل بقى على ايه؟ على استاذ مطبخ. هنشطبه ونروقه. مسكنا اللي على الرخامة كلها فضيناها. طبعا اللي كان على الرخامة شنطة بطاطس وشوية باقي الفطار اللي احنا فطرناه، وعلب التوابل، السكر، الشاي، الحاجات دي. شطبنا الرخامة وفضيناها وحطينا المواعين اللي عليها فين؟ في حوض المطبخ. هنيجي بقى هنشيل المواعين اللي احنا كنا غسلينها من الاول بالليل. طبعا يا جماعة المواعين دي بتولد وتتكاثر، ما بتخلصش ابدا. تحسي انها الحوض ده يزعل لو هو كان فاضي. يعني انت تبقي مشطبة المطبخ وزي الفل وتطلعي يا دوبك بره، تخرجي ترجعي تاني لازم تلاقي كوباية، طبق، اي حاجة في الحوض. طبعا مش انا بس، كله على كده، صح ولا لا؟ المهم لميناهم وحضرناهم كده، الكوبايات اللي فطرنا بيها والمواعين واللي كانت في طبق او حلة وايه، وقلنا نغسلهم وننضفهم. واحنا بنغسل في المواعين عايزة ايه؟ اتكلم معاكم على حاجة. طبعا احنا شايفين الايام دي الاسعار زي الفل، كل يوم في زيادة. مفيش يوم تيجي تسألي على حاجة ما تلاقيهاش اختلفت عن اليوم اللي قبله، كل يوم تزيد عن اليوم اللي قبله. الخضار، من عند العطار، اي حاجة انت بتشتريها اي حاجة وبتزيد. يعني مش زيادة مثلا 5 جنيه ولا 3 جنيه ولا 2 جنيه، ممكن في حاجات بتزيد اكتر من ايه؟ من الربع. طب هنعمل ايه في الحاجات اللي احنا فيها دي وفي الغلا اللي احنا فيه ده؟ لازم نتحايل على الموقف. طب نتحايل ازاي؟ على قد ما نقدر، على قد ايدينا. يعني مثلا لو احنا بنجيب رز، يعني اغلبيتنا ويمكن اغلبية اللي سامعيني وانا اول واحدة قبلكم كلكم، ممكن تفتحي المطبخ بتاعك تلاقي ما عندكيش كيلو رز، كيلو مكرونة. بيجي علينا ساعات كده ولا لا؟ بيجي طبعا، مش انا بس، كلنا على كده. فاحنا هنعمل ايه طيب في الغلا اللي احنا فيه ده؟ يعني مثلا انت هتروحي تشتري كيلو رز، متشتريش كيلو، خليه كيلو ربع، كيلو ونص. هتاخدي اللي انت عايزاه وهتخلي النص في المطبخ، نص على نص هيعمل لك اكلة مرة تاني. هتجيبي مثلا قوطة، بدل ما تجيبي مثلا 2 كيلو خليهم 3 كيلو. اطبخي بال2 كيلو وامسكي الكيلو ارميه في الفريزر، هينفعك في وقت الزنقة او في الايام اللي جاية لو انت محتاجاه في اي وقت. خضار، بقوليات، اي حاجة انت محتاجاها، هاتي الحاجة زيادة شوية، نص كيلو ولا كيلو، وارميه في الفريزر بتاعك. هتلاقي في وقت انت ما معكيش فلوس، مزنوقة، وقت متأخر، محتاجاه تطلعيه وتلاقيه. الحاجة غليت وزادت هتلاقيه. طبعا كل يوم زي ما احنا شايفين الاسعار بتزيد عن اليوم اللي قبليها، فالحاجات دي هتنفعك برضو. يعني مثلا من ضمن الحاجات السمك. السمك برضو غلي ولع نار، والايام اللي جاية بقى هيغلى اكتر. ليه؟ عشان رأس السنة. طبعا احنا اغلبيتنا كلنا بناكل سمك في رأس السنة، فبتلاقيه في الزيادة وهيغلى اكتر. طب ليه لما تكوني معدية مثلا على بتاع السمك تلاقي مثلا عنده سمكة حلوة كده عجباكي، تاخدي مثلا حتى بال2 كيلو وتحطيهم في الفريزر. احنا اغلبيتنا كل سنة وانتم طيبين يا رب، وعيد سعيد عليكم وسنة سعيدة ان شاء الله على الناس كلها وعلينا يا رب. بنعزم ايه؟ اهالينا، اختك، اخوكي، بنتك، ابنك. يوم رأس السنة الناس بتتلم مع بعضيها وبايه وبياكلوا مع بعضيهم. فانتي مثلا لو انت معدية كده وجبتيله كل ما تعدي مثلا 2 كيلو بولتي، 2 ماكريل،
بتحبوا الكابوريا، بتحب الجمبري. طبعا زي يعني انا من ضمن ولادي ما بيحبوش نوع واحد، اللي بيحب البولت واللي بيحب الماكريل واللي بيحب الكابوريا واللي بيحب الجمبري. كل واحد بيحب صنف. انت على قد ايدك، مش هقولك هاتي جمبري وكابوريا والكلام ده كله في اللي احنا فيه ده، لا. اللي انتوا بتحبوه ان شاء الله يا رب، حتى نوع واحد بس تجيبي منه وتحطي في الفريزر، بحيث لما يجي عليك الوقت اللي انت محتاجاه تطلعي وتلاقي عندك، لان هيجي رأس السنة هيبقى غالي مولع نار. فاحنا هنجيب الحاجة نشيلها هتنفعنا، واحنا مش يعني خلاص رأس السنة على الباب. في ناس بتجيب فراخ، في ناس بتجيب بط، على حسب ايه، كل واحد وراحته، كل واحد والاكل اللي بياكله. فدي من ضمن الايه، الحاجات اللي ممكن نقدر نجيبها ونوفر فيها، حاجات بسيطة على قد ما نقدر نوفر فيها. يعني احنا بنتحايل على الموقف، احنا في الزمن والظروف اللي احنا فيها دي بنتحايل على الموقف، هنعمل ايه طيب؟ حاجة بسيطة بس ممكن تنفعنا وتوفر لنا شوية. طبعا انا خلصت خلاص، قربت اخلص المواعين وغسلت الاطباق والحل الاستانلس. وبمناسبة ايه الحلل الاستانلس، في ناس قالت لي ايه الحلل الاستانلس دي بتحرق وبتلسع وبتشيط. اقولك فعلا بتحرق وبتلسع وبتشيط، بس لو انتي ما مشيتيش على التعليمات اللي هي مكتوب عليها. لو انت جبتي طقم ستانلس، تفتحي الكرتون هتلاقي فيها تعليمات. طب ايه التعليمات؟ التعليمات ان النار تكون هادية، اهم حاجة في الحلة الستانلس النار تكون هادية. طب هي عملية جدا وحلوة، وعلى فكرة انا مش ندمانة اني بستعملها، وانا دلوقتي متعودة عليها بستعملها. بصوا الالومنيوم طول عمرنا بنستعملها، طول عمر أجدادنا وأهالينا وأم الله يرحمه كله بيستعمل الألمونيوم، وحلوة وكل حاجة. بس على ما طلعنا دلوقتي بقولك ايه، بتجيب أمراض. مش عارفة صح ولا لأ، بس الاستانلس حلوة في ايه، حلوة انها يعني صحية. وغير كده حتى في الغسل يعني سهلة وحلوة، ما بتاخدش معاكي غسيل وما بتتعبكيش زيش الألمونيا، لازم تنضفيها وتلمعيها. لكن الاستانلس لا، ما بتاخدش حاجة ولا بتتلمع ولا اي حاجة. الاستانلس يعني سهلة، مش ما بتاخدش. معلش هيست معاكم عشان ايه كنت مركزة في حاجة تاني. فايه الاستانلس كده تغسليها بتلمع لوحديها، يعني سهلة وحلوة. فانا بنصح اي حد يجيبها، بس بناتنا الحلوة الامامير اللي لسه جديد، ولو هي عروسة داخلة المطبخ جديد، طبعا احسن لها ايه، طبعا الجرانيت، لانه سهل والاكل فيه بيبقى حلو كده، ما بيلزقش وما بياخدش معاكي وقت، وغير كده ما بيتلسعش، وبرضه غسيله حلو. بس كاستعمال ويعيش اكتر، طبعا الستانلس بيعيش اكتر واحسن. لكن كاستعمال في سهولة يعني في الاكل معاكي، الجرانيت ده حلو وده حلو، بس على اساس ايه اللي انت حباه واللي انت عايزاه. بس كده احنا شطبنا المطبخ، شطبنا الحوض وخلصناه، وغسلنا الحمالة بتاعة البوتاجاز. وما ادراكم والله يا جماعة البوتاجاز واللي حصل لي معاه. بوتاجاز بصوا العيون بتاعته سربت من جوه، ولعت نار، شايفين اتحرق ازاي؟ الصاجة بتاعته النار كانت مولعة من جوه لغاية ما حرقت الصاجة بتاعة البوتاجاز. ازاي دي معرفش. يعني والبوتاجاز والغسالة والسخان باظوا هما التلاتة مع بعضهم. تقولي لي ازاي؟ هقولك معرفش. محدش يكتب لي يا جماعة ويقول لي ده حسد ومش حسد، انا بقولش كده، هي إرادة ربنا والحمد لله اللي جت على كده، يعني الحمد لله، هي حاجة لوحديها. بس السخان برضو ولع نار، والحمد لله، يعني لولا ما فصلت الكهرباء، لولا ما فصل. والغسالة اجي اولعها، ادوس على الزرار تدي انذار وتفصل، التلاتة مع بعضيهم. بس الحمد لله يعني صلحتهم. يعني ايه، يعني الحمد لله اللي هم ليهم تصليح. الحمد لله، اللي يجي على كده الحمد لله. المهم ان العيال ايه كويسين ومفيش حاجة. انا كنت شايلة العيون بتاعت البوتاجاز، كنت خايفة عشان ايه بيولعوها وانا مفيش، بيروحوا بيولعوا العين اللي هي مسربة، فانا رحت شلت العيون خالص، قلت عشان ما يعرفوش يولعوها لما ما يلقوش عيون عليها. بس صلحته بقى كويس. عايزة بعد كده ايه اشوف الحرق ده انضفه.
بعد كده هنجيب نعمل الاكله بتاعتنا. طب الاكله بتاعتنا ايه ان شاء الله النهارده؟ الاكله بتاعتنا هنعمل عدس. طبعا هيسمع كلمه عدس وهيسيبوا الفيديو وهيمشي، بس اقولك استني، هعمله النهارده بطريقه حلوه وجديده هتعجبك. قالوا لي ايه؟ العدس التركي. العدس التركي. طب يا جماعه مش هو العدس المصري؟ قالوا لا، ده متغير، ده نوع تاني غير العدس المصري. كان زمان اجدادنا وامهاتنا بيعملوا العدس ازاي؟ بنجيب البصل بنقطعه والقوطة وقرن فلفل وجزراية، بنرمي كله في الحلة ومعاهم شوية العدس ومعاهم حبة المية وعلى البوتاجاز والشكر، ونسيبيه يتسلق ويستوي يبقى زي الفل. كانت الله يرحمها تقول خفيف وحلو وايه وما بياخدش وقت. يقولك لا، العدس التركي مختلف وطعمه مختلف وحاجة ايه غير العدس المصري. طب قلنا نجرب يا جماعة العدس التركي، مش خسرانين حاجة، حتى ايه نشوف الاكلات التركية. جبت كده بصلتين قطعتهم، انا كده كده ايه هفرمهم في الكبة. عايزة تعمليهم في الكبة انت براحتك، تقطعيهم على ايدك زي كده، ما انت كده كده هتفرمي كله في الكبة. بعد كده قطعتهم على ايدي، وبعد كده مسكت جزرتين قطعتهم، وجبت كام طماطمايه. انا بحب القوطه في العدس يا جماعه، بحب العدس كده يدي ايه سنه احمرار، ما بحبوش اصفر اصفر. وكل واحد بقى وذوقه براحتكم. جبت كام واحده كده قطعتها عادي زي ما قلت لكم قطع صغيره. انت ممكن تعملي القطايه على 4 عادي، ما بقول لكم كده كده هيتضرب في الاخر مع بعض، مش هياخد معاكي وقت. معاهم ايه؟ معاهم قرن الفلفل الحلو ده. طب انت حباه حامي ماشي، حباه بارد ماشي، بس عارفين لو هو حامي يديكي كده سنة شطشطة في العدس يبقى حكاية. بس انا الحمد لله عندي اللي ما بتاكلش الحاجة الحامية، لو حطيتها خلاص هتغضب ومش هتاكل وهتقولي انت عاملة اللي ليكم انتوا بمزاجكم. طب وليه؟ مش مستاهلة الحكاية، اللي عايز شطة يحطه قدامه. هنجيب كده حبة زيت، هنحط البصلاية اللي احنا عملناها، البصلتين قطعناهم وايه وهنديهم تشويحة. طب هتديهم تشويحة هتحمر؟ لا مش هيحمر، يا دوبك زي ما انتوا شايفين كده هتدبل. هننزل بكام فص توم، هتجيبي كام فص توم كده حلوين تفصصيهم وتحطيهم مع البصل. بعد كده هتنزلي بايه؟ بالجزر، عشان الجزر بياخد سوا. هندي الجزر والبصل تشويحة برضو مع بعضيهم. هنشوح كده لغاية ايه ما يدبل الخضار مع بعض، الجزر مع البصل. بس مش هتحمر البصلة، لا هتدبل دبلان عشان خاطر ايه يبقى التسكيرة بتاعت البصلة ظهرت. هنسيبها كده شوية تتحمر مع بعضيها. وانا على فكرة عايزة اقول لكم ان انا نسيت ان الكاميرا شغالة وكنت بعمل ايه مش عارفة بعمل ايه تاني، وافتكرت بعد كده رجعت اشوح في ايه في البصلة والجزرة شفتوا؟ افتكرت ان انا ايه الكاميرا شغالة. زي اي واحدة تشوحي فيها وتسيبيها تسكتي، لا تعملي اي حاجة تانية معاكي. هنيجي بقى هنحط قرن الفلفل اللي احنا قطعناه نديله تقليبة. هننزل بالقوطة ونديها برضو تقليبة كله مع بعضه. ما احنا هنعمل بقى العدس التركي. هنقلب كده زي ما انتوا شايفين، وهننزل بقى بايه؟ باستاذ عدس. ده ربع كيلو، ربع كيلو عدس. عمل لي حلة محترمة، يعني كلنا فيها لمدة يومين. ما تعمليش كتير عشان ما ترموهوش، اعملي الحاجة على قدك انت وولادك، كل ما تقللي فيها تبقى حلوة وهتاكليها وتستطعميها. هتكتريها تمسخ وهتقعد وهتتركن في التلاجة وهترميها في الاخر في الزبالة. طب واحنا ليه؟ احنا عايزين نوفر ولا عايزين نبعزق؟ عايزين نوفر. بس كده هنحط له شوية مية وهنسيبه بقى على ايه؟ على نار هادية يستوي براحته. هنركنه في العين الصغيرة وهنحط على العين دي الطاسة عشان نعمل ايه؟ عشان نقلي شوية بدنجان مخلل. بس اقول لكم ايه؟ شوية البدنجان ما تركزوش معايا، شوية بدنجان كانوا ايه موز كده. حطينا كده البدنجانات عشان خاطر ايه نقليهم، طبعا ما فيهمش اي افتكاسة القلب.
كله مع بعضه، تعملي الحاجة وتخلصيها. من ما يستوي العدس تكوني عملت البدنجان المخلل، تحضري وتطلعي على طول، مش هتاخدي حاجة. احنا شطبنا مطبخنا وروقناه وعملنا الاكل بتاعنا وطلعنا بيه والحمد لله. بس انا عايزه اقول لكم ان انا بعد ما شطبت المطبخ ما اشتغلتش على طول في الاكل، لان انا شطبته الصبح. يعني بعد ما شطبت المطبخ طلعت شويه بره، وبعد كده ايه عملت شويه حاجات تاني، ورجعت بقى بدأت في ايه في الاكل بتاعي. انتي احسن حاجه تعمليها اول ما تصحي كده، لو لقيت المطبخ بتاعك مش مكركب قوي، بعد ما تفطري اهم حاجه تفطري. يعني خدي بالك من نفسك يا جماعه، اهم حاجه الصحه. والله والله ولا كنوز الدنيا ولا الفلوس ولا اي حاجة لها لازمة، اهم حاجة الصحة للبني ادم. صحتك اهم حاجة. قومي كده افطري اي حاجة، فطار خفيف حتى لو ملكيش نفس، كوباية شاي بقراقيش ببسكوتاية بأي حاجة، سندوتش جبنة. لو انت صايمة اعملي طعمية زي محلاتي كده، سندوتش طعمية وشيبسي. حاجات بسيطة بس ايه هتقويكي كده وتخليكي تبقي متنشطة، ما تبقيش كسلانة. بعد كده تدخلي على الشقة، لو لقيتي الشقة مكركبة تدخلي تروحي ماسكاها أوضة أوضة، مروقاها والصالة وفرشاها، وتدخلي بقى على الحمام والمطبخ، تنضفي الحمام وتروحي داخلة على المطبخ. بعد ما تدخلي على المطبخ تخلصي تشطبي، تدخلي على الأكل، تخلصي الأكل وتطلعي زي الفل، تخلصي حاجتك بدري وتبقي مرتاحة وزي الفل. طب احنا التتبيلة اللي عملناها للبدنجان، عشان كنا بنتكلم ونسينا نقولها ايه، جبت قطايه حلوه. لو انت ما بتعمليش البدنجان المخلل بقوطه جربيه وقولي لي رايك فيه ايه. مش هتبطلي تعملي قطايه معاها معلقه ثوم، دقاها مع قرن فلفل حامي بارد براحتك، حبه كمون، حبه خل، حبه فلفل، وايه وبس كده، وتقلبيهم مع بعضيهم. وانا بحب الكمون يا جماعه شويه كده في ايه في البدنجان وفي العدس وفي البصاره، في الحاجات الاكلات الشعبيه الحلوه دي بيديله طعم. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل شعريه للعدس. طب الناس بتعمل شعريه وتحطها على العدس على طول بعد ما تحمرها، وده في ناس بتتلسع منها عشان خاطر العدس هتتلسع. المهم ان الشعريه هتتلسع في العدس. طب احنا نستدى الموضوع ده بايه؟ وخصوصا لو انت اول مره تعملي عدس، لو انت بنوته حلوه كده لسه داخله المطبخ واول مره تعملي العدس، لو انت عملتي شعريه حمرتيها حطيتيها على العدس على طول، العدس ايه بيتلسع منك في ايه في ارضيه الحل. فاحنا عشان نتفادى الموضوع ده هنجيب الشعريه هنحط عليها ميه ونحمرها زي ما احنا شفنا، ونزودها الميه ونسيبها تستوي من بره، وبعد كده هنحطها على العدس. كده عمره ما يتلسع منك ولا يشيط ولا يحصل له حاجه. احنا خدنا طبعا خلاص كان العدس استوى، خدناه حطيناه في الكبه ضربناه، وبعد كده نزلنا عليه بالشعريه اللي هي ايه استوت. طبعا احنا عارفين الشعريه ما بتاخدش حاجه في السن، بس كده كده ولا هتتلسع منك ولا هتتشيط ولا هيحصل لها اي حاجه. لكن لو كنت حمرتيها وحطيتها على العدس على طول كانت هتلسع منك في ارضيه الحل. كده احسن. هحط بقى ايه التوابل بتاعتنا، حبه بابريكا، حبه شطه، حبه كمون، وهنظبط الملح بتاعنا عشان يبقى ايه مظبوط وحلو. شويه عدس عايزه اقول لكم تاكلوا صوابعكم وراها. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان العدس التركي ده زمان كانوا يعملوه عادي عندنا في البلد في اي حته، بس احنا على حسب ما كان كل واحد يعمل العدس براحته. في اللي كان بيعملوا زي كده بس ما كانوش يسموه العدس التركي، كانوا بيقولوا عليه العدس التقليه، يعمل البصله ويشوحها ويحط الجزر والقوطه ويسويه، وبعد كده يحط عليه ايه العدس. وفي اللي كان بيعملوه بالميه وبالخضار يحط كله مع بعضه ني في ني. يعني ده كان موجود وده كان موجود، هو بس عايزه اقول لكم طعمه بصراحه كان زي العسل. طيب في ناس ما بتعملش طشه للعدس، لا انا بقولك لو انت اول مره تشوفيني ما بتعمليش طشه للعدس جربي الحكايه دي. اعملي هاتي معلقه ثوم مفروم حلوه كده واعملي طشه للعدس، اعمليها كده سمنه بلدي بزيت زي ما انت عايزه، وهتلاقي العدس ده حاجه ثانيه خالص. احلى حاجه فيه الطشه بتاعته، ريحه كده تقلب الدنيا.
ظبطنا العدس وخلصناه وكده خلاص الحمد لله خلص. وهنغرف بقى الاكل بتاعنا شوية لفت، بس يستاهلوا بقكم يعني. بصوا انا نسيت اصوره معاكم بصراحة، بس بصراحة شوية لفت تاكلوه حاف من غير عيش من غير اي حاجة، طعمهم زي العسل. والبدنجان حكاية كده. العدس اهو نزل من على النار على طول، هنغرف طبق سلطة كده حلو، اخضر في اصفر في احمر، حاجة كده تخلي الولاد يعني نفسهم تتفتح عليه. عايزة اقول لكم ان كلوا الجزر اول حاجة خلصوا عليه. بعد كده هنغرف العدس زي ما انتوا شايفين، حكاية كده. عايزة اقول لكم والله كلنا اكل منه احلى من الفراخ واللحمة، يعني شطبنا على الاطباق اللي انتوا شايفينها دي بامانه. كنا خلاص شطبنا الحمد لله وخلصنا وغرفنا الاكل بتاعنا وكلنا، وبألف هنا يا رب للي كل وبألف هنا للي يجرب. واتمنى لو انت شفتينه وما حطيتيش لايك تحطي لايك، واتمنى تعملي العدس التركي الجميل الحلو ده وتقولي لي رايك فيه واشوفكم على خير واسيبكم على خير واقول لكم مع السلامة، باي باي. بس ما تنسوش تعملوا العدس وتقولوا لي رأيكم فيه وشوية البدنجان المخلي ده لو ما كنتوش بتعملوه بالقوطة اعمليه وجربيه وقولوا لي رأيك فيه بس كده أكلة بسيطة وحلوة لكن كانت حلوة والحمد لله ورضا على كل حاجة. نشكر ربنا واشوفكم على خير، مع السلامة.